المكمور البدوي: بتنجان مقطع مكعبات مقلي أو مشوي، بصل ترانشات، فلفل رومي متقطع، توم مهروس، طماطم متقطعة، زيت زيتون، ملح وفلفل أسود. المكونات بقى احنا عندنا بصي هو الطبيعي هقوله بتاعه، في تريكات ممكن نضيفها لان معظم يعني الشعب المصري ما بيحبش الحاجات النباتيه قوي. ايوه، بيحس ان هو عايز فليفرز فيها شويه. مع ان بقى معلش اسفه اني بقطعك، المطبخ المصري يعني النباتي بالذات ده من اكتر المطابخ الغنيه في الموضوع ده. صح مظبوط برضه معلش مظبوط. انتوا بقى كرجاله مش بتحبوا الحته دي، معلش لازم اقول لك الموضوع ده. لا هو احنا كرجاله احنا بنحب اي حاجه تقيله يعني حاجه. شفت بقى انا بقول لك، لكن الاكل النباتي لا، مصر مليانه فعلا. المطبخ المصري ده غني جدا في الموضوع ده. فاحنا بنقول بس اللي هي الطريقه الصح بتاعتها عشان صح. برضو المتابعين تبقى عارفه صح. ايه الصح وايه اللي احنا ممكن نضيفه وايه اللي ممكن نشيله. مظبوط. فهوضح لك يعني احنا يلا. عندنا المكونات هي بصل وفلفل وبتنجان وطماطم وزيت زيتون والتوابل بتاعتنا والثوم. هي بقى الفكره سيوه زيت زيتون بالظبط كده. احنا هنا ما عندناش بقى ولا سمنه ولا زيت عادي ولا الكلام ده خالص. الفكره ايه بقى؟ هي الفكره ان هي المفروض بتاخد البصل والفلفل الرومي الاخضر والبتنجان والطماطم. احنا هنا عملنا ايه؟ احنا حطينا الفلفل الالوان وجبنا طماطم شيري عشان تدي تسكيره شويه. أيوة. مع الزيت زيتون، وبندي سنه تومه، يعني المفروض ما تاخدش توم بس احنا بندي سنه صغيره كده. دي افتكاسه دي افتكاسه من الشيف هي تدي الريحه بس. هي تدي الريحه. والبتنجان احنا ممكن في ناس بتبقى حابه ان هي تقليه بس انا بحب اعمله كله على ابوه عشان يشرب كله مع بعض. على ابوه ده خلاص بقت دي بقت تريد مارك الطبالي على ابوه. ايوه. فهنبتدي نشتغل فيه. احنا عندنا الحله بتاعتنا اهي. احنا لسه في محافظتنا، لسه في مرسى مطروح. مرسى مطروح طبعا. طبعا. فاتحركنا منها شويه، مشينا منها من عاصمه مرسى مطروح، رحنا بقى سيوه. انت عارف طبعا ان مرسى مطروح مساحتها 15% من مساحه مصر. انت متخيل قد ايه حجمها كبير وسكانها طبعا قليله زي ما كنا بنقول. سيوه دي موال تاني بقى. اولا شعار مرسى مطروح فيه نخله وفي غزاله وفي شمس وفي بحر، في كل حاجه حلوه. النخله دي بتاعت سيوه والبحر ده بتاعنا والغزاله ده عشان المحميه بتاعتها، ولان في محميات كتير وفي محميه طبعا في سيوه ومحميات طبيعيه كتير. سيوه هناك بيبنوا بالطين والملح بس كده. اسمها الكريشف، دي الماده اللي بيبنوا بيها. دي هي اصلا في سيوه يعني. لا هم بيبنوا بكده يعني، بدل زي مثلا في الصعيد كانوا زمان بيبنوا بالطين والطمي وكده. تمام. هم بقى ابتكروا عشان سيوه عشان البرد بيبنوا بالملح وبالطين وبالرمل مع بعض، فبقت المباني كلها بتدفي جدا عشان بيعملوها زي عزل كويس. أيوة ده هناك بيعملوا دي الماده اللي بيبنوا بيها هناك. وعوايدهم بقى مختلفه ولغتهم مختلفه، لغتهم بين الامازيغ مختلف برضه. لغتهم مختلفه طبعا. عندهم حوالي 1,000,000 نخله تقريبا في سيوه، لان التمور عندها كتير قوي. حطيت ايه بقى؟ احنا حطينا البصل. ايوه. وحطينا اللي بعديه الفلفل. تحب اشيل ده اول باول؟ خليك انا اشيل معاك. وبعدين هي الناس برضو ممكن تاخد بالها، يعني هو الناس متعوده بتنزل الثوم بعد البصل على طول. اوكي. وانا ما عملتش كده، لان انا عايز اخد ريحه بس، مش عايز احمر الثوم، انا عايز اخد الريحه بس. الريحه بتاعت الثوم بس. وهو دايما الثوم لازم ينزل متاخر شويه، صح يا شيف؟ صح مظبوط. وكمان انا هنا يعني برضو في تريكايه صغيره، انا مقطع الحاجات كبيره عشان خاطر الخضار ما يكونش يتهري، ما يتهريش. صح مظبوط. فبرضو عشان لسه لما يخش الفرن هيكمل بقى مع بعضه، يكمل بقى السوا بتاعه. وهي الفكره كلها في التقليب في المكمور النباتي. انا مش عايز الحاجه تدبل هنا، انا كده هيخش الفرن. انا يا دوبك بس بشوح وبدي الريحه. انت بتعمل تقريبا نفس الكونسبت بتاع السيلينج بتاع اللحمه ده، اللي هو بنقفلها من الجوانب، صح كده؟ صح. انا برضو بحب اطبخ شويه. لا الطبخ ده حاجه حلوه قوي، وهو حب وعشق، مش مجرد مهنه او مجرد ان انا اعمل اكله وخلاص. طبعا. انت لو ما عندكش الباشن ده مش هتطلع الاكله حلوه. طبعا. صح. لا وطبعا لازم اي حاجه يعني بتتعمل بحب، يعني في ناس كتيره مظبوط ممكن الحاجه تعملها وخلاص انا عملت ومشيت. لا هي الحاجه لازم تعمل بحب
تكون انت حابب الحاجه اللي بتعملها عشان انت تطلع تحب معاك الحاجه كويس. اللي بتعملها، ده لازم. ده طبعا كده ننزل بقى والطماطم. بالطماطم بتاعتنا. انت برضو نزلتها في الاخر لان الطماطم انا بتتهري ما هو بسرعه احنا قوي. اتفقنا ان هي كلها هتخش الفرن، انا مش عايز حاجه تدبل مني، انا صح. عايز بس يا دوبك صح ان الميه اللي بتنزل من كل حاجه تخش مع بعضها، صح صح. عشان لما تيجي تخش الفرن يبقى القوام والتيست كله واحد. اوكي، تعالى نسيب سيوه ونسالك سؤالين كده عن طبالي. اساليني، سيبنا سيوه، اساليني عن ايوه، هبقى نرجع لها تاني. نرجع لها تاني. انا اعرف ان انتوا عندكم فروع تانية بره القاهره، فايه الفروع التانية اللي موجوده بره القاهره؟ بصي احنا عندنا فرع في الجونه، ده الجونة. اساسي طول السنه، طول السنه. وعندنا في السيزون في الساحل بقى بيبقى عندنا حسب السيزون 3 فروع 4 فروع 5 كتير، فروع. ايوه ده أنا كل ما كنت بمشي هناك. فعندنا في كذا حته في الساحل كذا مهم. فرع. مهم. لكن وطبعا مع رمضان بقى زي ما قلنا الخيم والحاجات دي كلها. طبعا طبعا. بس اللي دايم طول السنه هو الجونه، اوكي. ده اللي بيبقى موجود طول السنه. والجونه بقى بيبقى فيه اجانب كتير وكده، وده طبعا. بالنسبه لهم الديستنيشن. لا بصي هو بيبقى يعني كل سيزون او كل مرحله في الجونه شويه تلاقي الاجانب كتار، شويه تلاقي المصريين كتار، صح. وساعات تلاقي الاثنين مع بعض كتار. اوكي. بس هي جميله يعني، كله بيبقى متواجد او الحمد الفئات لله. كلها موجوده يعني. الحمد لله.